بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، أخباركم؟ إن شاء الله الجميع كلهم بخير. طبعا هذا رحلتنا في الحايل، حبيت أخذكم وأشارككم معاي. صراحة يعني من الأماكن المحببة لقلبي. طبعا أنا زرتها وأنا صغيرة، لكن بعدها يعني ما رحت أبدا. سبحان الله، رغم المسافة يعني قصيرة بين حايل والقصيم تقريبا 200 كيلو، إلا أني ما فكرت أروح. ما أدري، ما جت في بالنا أبدا. لكن خلال الفترة الأخيرة صار يعني في عليها مدح وكثير يعني تكلموا عنها، فقررنا أن نروح الحايل، والحمد لله توفقنا بالأجواء، يا رب لك الحمد. وحبيت أصور لكم وأوثق لكم كل شيء. هنا أخذنا في منتجع الأراك. الشاليه عبارة عن غرفة وصالة. عادي يعني، ما في يعني ذاك المميزات اللي أقول لكم واو، لكن المنتجع نفسه صراحة مرة حلو. في مميزات صراحة كثيرة حلوة. في المطل فوق موجود، وفي مطاعم، في كافيهات، في ألعاب أطفال. فهذا صراحة اللي يميز. شاليهات أراك، أتوقع مو أراك. فشفت الاسم الحين، فمرة صراحة عجبنا. يعني حلو اللي بيجي من برا ياخذ بالمنتجع يوم أو يومين، يعني كافية إنك تاخذين جولة كاملة. طبعا احنا استمتعنا. هنا شفتوا هذا المسبح، الدخول فيه تقريبا ب20 ريال للأطفال، سباحة. حلو، أقول لكم فيه مميزات صراحة مرة حلوة. هنا أخذنا كوبون تصريح ب20 ريال بالسيارة، يعني مو على الأشخاص، على السيارة نفسها. ونطلع فوق للمطل، إطلالة بس على المنتجع، على حايل. فكانت مرة يعني ممتعة، خصوصا إن في نفس الوقت جانا مرة مطر قوي وهواء. راح تشوفون إن شاء الله معي الصور. صراحة أنا جدا فخورة وسعيدة جدا إن السعودية قاعدة تتطور أكثر وأكثر، وصايرين يعني يهتمون في الأماكن السياحية يعني بالأخص كثير. فالحمد لله، الله يا ربي لا يحرمنا من ولاة أمورنا، ويعزهم ولا يعز عليهم. هنا حنا كنا في المطال. الإطلالة مرة حلوة، يعني في حواجز أمان الحمد لله، يعني ما في أي خطورة، والطريق جدا سهل، فممتع مرة. ما شاء الله تبارك الله كثير. لكن الجلسات اللي فيه تبع الكافي، مو كافي يعني مقهى صغير. إن شاء الله إنه مع الأيام الجاية يتطور أكثر وأكثر المحلات اللي موجودة. ويعني حلو إنكم إذا طلعتوا حدكم تقريبا نصف ساعة كذا تشوفون الإطلالة وتطلعون. في قهوة، شاي، زي كذا، حلويات أطفال. بس يعني ما في شيء ثاني، مميزات ثانية. هنا نزلنا تحت، تحت المنتجع. في ألعاب الأطفال صراحة متنوعة وكثيرة ومرة حلوة. والأجواء يعني صراحة شيء ثاني. الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر. كان توفيق من ربي لما يعني اخترنا هالأيام هذه. كانت كل الوقت اللي احنا موجودين فيه كان مطر، ويستمتع بالأجواء. طبعا أسعارهم بالألعاب جدا معقولة، يعني ما في أي مبالغة صراحة بالأسعار. تقريبا 10 ريال، 5 ريال، 8 ريال، يعني فكانت أسعارهم مرة حلوة. يعني شوفوا الأرض هنا كانت مليانة مرة مطر، مطر مطر، يعني ما شاء الله تبارك الله، ما وقف، يعني يجي شوي وبعدين يرجع مرة ثانية أقوى. هذا كامل المنتجع. إطلالاته أقول لكم بنات مرة تجنن. رحنا حجزنا قارب، بوريكم الحين. القارب اللي حجزناه لازم إذا رحتوا، أنا صراحة أول ما شفته قلت لا صغيرة مساحة يعني ما تسوى، بس لما جيت وشفته مرة استمتعنا فيه. خصوصا كان وقتنا قبل الغروب، يعني تقريبا قبل الغروب ربع ساعة، أو كان أذان المغرب، والله ناسية، بس تقريبا آه نفس يعني هالوقت. ناسية والله السعر، بس تقريبا السعر يمكن ما كلف 50 ريال كلنا. بس صراحة ممتع يعني، وتجربة مرة حلوة.
هنا القارب على طول تقريبا ياخذ والله ناسية بالضبط بنات، بس قال لنا 5 لفات أو 4 لفات. المكان يعني حلو، يعني تقريبا تاخذون ربع ساعة كذا. فكانت جولة مرة ممتعة واستمتعنا فيها في نفس المنتجع، يعني في نفس البحيرة فيها بط، ومرة يعني تحسون بشعور ثاني صراحة، كأنك في البحر. أول ما قربت للمكان حسيت إنه كبير، فمرة استمتعنا الحمد لله. يعني حبيت صراحة كل شيء أوثقه لكم. هنا المنطقة هذه الدخول فيها الطفل تقريبا 10 ريال. تدخلون أطفالكم في منطقة رملية ومنطقة ألعاب، يعني زحلقات وكذا، مرة حلو يعني. فخليناهم يلعبون وجلسنا احنا برا واستمتعنا صراحة. وبعدها خلصنا دخلنا المطعم. كان المطعم صراحة جدا راقي، جلساته مرة حلوة، هادي مرة، ما في أحد كثير رغم أنه كانت إجازة عيد. والأكل صراحة أقيمه مرة حلو أكلهم. واللي طلبته تبولة أناناس. الخبز عندهم صراحة يشهي. طلبنا كبة أرمنية ومتبل، مرة لذيذ. شوفوا الكبة مرة حلوة، والمشاوي والتبولة. وهنا طلبنا عصير ليمون بالنعناع، مرة حلو يا بنات، مرة صراحة المطعم لازم تجون وتجربونه. أسعاره نوعا ما مرتفعة، بس يعني تقريبا الفاتورة كلها يمكن 200 ريال، ناسية بالضبط والله، أو أكثر بشوي. بس المطعم يعني راقي جدا جلساته، وحلو يعني إطلالاته. هنا على طول رجعت وحطيت لهم الشاشة وخليتهم يتابعون لين ينامون. وهذا ثاني يوم الحمد لله. كانت الأجواء جدا روعة صراحة. أنا أهم شي عندي الجو، عادي المكان بس الجو عندي يعني درجة أولى. مرة حلو صراحة، استمتعنا جدا بأجواء حايل. أنا ما أدري هي طول السنة كذا أو بس الفترة هذه يعني، رغم أن الأمطار كانت في منطقة القصيم والرياض وكل مكان ما شاء الله تبارك الله. وبس يعني حاولوا إنكم إذا جيتوا في مكان، يعني المشي هذا قبل شوي، حاولوا إنكم إذا جيتوا حايل تشوفون الطقس، يعني إنكم تجون بأوقات يعني يكون الجو فيها غيم. هنا توجهنا من منتجع أرك إلى عقدة اسمها. منطقة هذه زي منطقة الشفا بالطايف، مرة حلوة، منطقة جبلية وفيها كشتات، فيها شاليهات، منتجعات، مرة ممتعة. وطول الطريق هذه حديقة مشي، ممشى يعني، وفيها فود تراك ألوان وأشكال. صراحة ما أدري ليش الوقت اللي يجينا كله أغلبهم قافلين. يعني حلو صراحة لما تجون الحايل تجيبون معاكم بعد عزبة كاملة، يعني إذا حابين تسوون قهوة، تطبخون برا، تشوون، مرة الأجواء صراحة مناسبة. عقدة هذه أنا أقول لزوجي، أقول له صراحة كأنها الشفا، مرة تشبه لها بقوة. فمع الأجواء بعد ومع المطر صراحة كانت مرة ممتعة وجولة انبسطنا فيها يا رب لك الحمد. بس مثل ما قلت لكم شوفوا الأجواء. إذا عندي أحد يتابعني من حايل عطونا أخبار أجواءكم، هل أجواءكم دايم كذا مستمرة؟ هنا يسوون عصاير بنات مرة تجنن، لا تفوتكم. أخذت عصير برتقال والرمان، يعصرون لكم عصير برتقال ورمان، ترند صراحة ما أدري، بس أتوقع أنهم يعصرونه، مرة تجنن صراحة. جربوا الرمان ولا برتقال عندهم، وأسعارهم حلوة يعني. البرتقال أتوقع 5 ريال
والرمان أتوقع 15 ريال. بصراحة لذيذات، بس أهم شي كثروا ثلج. وبس رحنا هنا للسد. السد كان مرة يجنن، بعد مع أجواء المطر أقول لكم، والأجواء مرة صراحة حلو. بس يعني نجي نوقف كذا نشوفه ونمشي على طول، يعني مو مكان فيه جلسات وكذا، لا بس مجرد تصوير، مجرد إن نشوفه. طبعا ما شاء الله تبارك الله، هاي السدود عندهم كثيرة. لاحظت جينا أتوقع 2 أو 3، والله ناسية، بس جينا كذا واحد. وخصوصا المنطقة هذه عقدة يا بنات كلها شاليهات، يعني حلو السكن فيها مرة حلو. وفيها بعد حديقة الحيوانات هذه اللي أنا أصورها لكم الآن، طلعنا لها تجنن صراحة. احنا جيناها تقريبا الساعة 11 الصباح، كان جونا روعة، وقررنا نروح لمها. طبعا هي الدخول تقريبا أتوقع 10 ريال الشخص أو 15 ريال، ناسية والله بالضبط. ففيها بقالة، المكان مرة حلو، مرة ممتع، بينبسطون أطفالكم فيه، وينبسطون فيه الكبار والصغار، يعني مو بس الصغار، لأنه ما شاء الله تبارك الله حاطين جلسات في كل مكان. في جلسات أرضية، في جلسات مرتفعة. هنا فيها كافي، الجلسة فوق، لكن احنا جينا الصباح وكان كل شي مقفل، بس البقالة مفتوحة. بس صراحة الإطلالة ما شاء الله تبارك الله تفتح النفس. طبعا الكافيهات أتوقع 3 موجودة داخل، بس لأنهم قافلين فما ندري كم يعني. في جلسات صراحة، هذه جلسات الكافي مرة أقول لكم بنات ممتع، لازم إذا رحتوا حايل تزورونها. هنا في ركوب الخيل للأطفال، يمشونهم داخل المكان هذا يعني. فمرة حلو، يستمتعون الأطفال وينبسطون في الأجواء. شوفوا أنا أحس إن جوها بالليل مرة ممتع أكثر من النهار، بس بما إنه جونا كان يعني حلو مرة، يعني كان غيم وجانا رذاذ، يعني مرة كانت الأجواء حلوة. بس إذا بتروحون روحوا بالليل، أحس الأجواء بتكون أكثر، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني مبدعين بالإضاءات وبالجلسات في كل مكان. لكن الصباح يبين لكم الألوان والأشكال والأشياء أكثر. وبس والله أنصحكم من كل قلبي إنكم تروحون تزورونها. هنا عندهم بعد ال النطيطات هذه فيها دخول للأطفال. صراحة ما كان فيها أحد، بس ما أدري هل الدخول مجاني أو بفلوس. هذا المطعم أتوقع كافيه، ما انتبهت للاسم، بس حلو صراحة. في جلسات يعني اللي مثلا ما يبي برا، مرتب وحلو ونظيف. صراحة أهم شي عندي أنا أنه يكون المكان نظيف.
طبعا فيها حيوانات مرة حلو يعني تنويعهم وطريقة توزيعهم بالحيوانات. أحس مرتبة الحديقة جدا صراحة. أهني أصحابها الله يبارك لهم يا رب ويرزقهم إن شاء الله من واسع فضله. هنا عاد محمية الطيور مرة ممتعة صراحة، مرة انبسطنا فيها وأكثر وقتنا كان صراحة فيها. انبسطنا لأنه المكان يعني مظلل وبارد مرة وكله حيوان طيور يعني تتطاير كذا، فشعور مرة حلو. أنا كده رحت محميات طيور يعني مغلقة خاصة بس بالطيور ومرة أنبسط فيها. وهنا البقالة أسعارها جدا يعني معقولة، فلازم تجون تشوفونها وتستمتعون بهالجمال. بعد ما خلصنا اضطرينا إن ناخذ أي شي لأنه الشاليهات والفنادق كلها فل، كان مرة زحمة الناس. والأشياء اللي يعني شفناها وعجبتنا، طبعا البوكينج مليان عندكم بس المنتجعات قليلة مين متواجدة في البوكينج كثير، فاضطرينا ناخذ أي شي عشان بس نرتاح لأنه موسم عيد وموسم زحمة. فأحس اللي بيجي بالمواسم هذه لازم يحجز بدري، فإحنا رحلتنا كانت بدون تخطيط. هنا قعدت أبخر المكان وقلت بجي أسوي لي قهوة عشان أروق عليها. المبخرة طبعا حقة الفندق عفوا المنتجع. فكذا خلصت ورحت أسوي لي قهوة. يا الله يا شعور لما تجين مكان وتاخذين لك شاور وتسوين لك تبخرين وتسوين قهوتك، هنا كمية الروقان صراحة. ما عليكم من البريك حق عزبة زوجي. أخذتها أخذها بالصدفة يعني مو فيلا قلت يلا مو مشكلة أسوي. أنا سبحان الله أحب كل شي يعني من أغراضي أنا. طلعنا ناخذ عصير هذا في اليوم الثاني أتوقع. إي اليوم الثاني أخذنا عصير، صراحة ادمنا على عصايرهم مرة حلوة. وما شاء الله هذا يعني شكله حريص على النظافة يعني. وبس أخذنا وأخذنا حبق من عندهم، بنات لا يفوتكم الحبق حقهم من المزارع خاص عندهم، أتوقع سعره 10 أو 15 ريال. بس كان مرة حلو صراحة، أخذت منه كمية وبحطيتها عندي. مرة أنا إدمان على الأعشاب العطرية مثل النعناع والزعتر وأكليل الجبل، فحلوة تعطي طعم لذيذ للأكل. والشاي هذا السد الثاني أتوقع. دخلنا داخل يعني في من داخل في طريق ممر كذا ضيق كذا الناس تمشي معاه، ومشينا معاهم. حلو بالصراحة. كنت على أعصابي مرة، الأطفال مرة خطير عليهم. طبعا هنا شفنا مخيم مرة منظره ما شاء الله تبارك الله، مع الجبال سبحان الخالق. طبعا هذا لوحته مرة يجنن يا بنات. عاد من داخل صراحة ما دخلته بس أنا صورته عجبني، قلت إن شاء الله يمكن أحد يستفيد منه أو أنا وأهلي إن شاء الله نجي لمه.
فعلا الجبال يعني لها منظر ثاني. اليوم الثالث أتوقع توجهنا إلى حديقة الفراولة. صراحة من أجمل الأشياء اللي استمتعنا فيها. أنا من زمان بخاطري أروح لحديقة فراولة، فلما شفتها في حايل حبينا نروح. لها مدخل، الدخول صراحة ما كان فيه رسوم، رغم أنهم يقولون أن الدخول فيه رسوم، يعني أنا لما قريت عنها، بس ما أدري، ما كان في أحد ولا كان في مكتب ولا شيء. كانت الأجواء مرة جميلة صراحة واستمتعنا فيها. بس بوريكم وش صار معنا بنهاية الفيديو. بعد ما خلصنا دخلنا أقصد للمدخل، هنا جينا عاد لشباك التذاكر. شلون يعطيكم سلة ومقص، حابين تاخذون سلة سلتين على كل واحد له سلة عادي. سعر السلة ب25 ريال بس. صراحة الشيء المرعب المراوح هذه، ويعني أحس مو بآمنة على الأطفال، يعني انتبهوا لأطفالكم وانتم رايحين، لأنه صار فينا مقلب من ولدي، بس الحمد لله يا ربي لك الحمد. هنا خلاص دخلنا وبدينا نقطف. مرة يا بنات ممتع شعور يعني يجنن صراحة. استمتعت أنا أكثر من أطفالي صراحة بالمكان، لأني يمكن أنا أحب النباتات، وتقطيف الفراولة يعني صراحة شيء مرة يجنن. حتى الأطفال يعني ينبسطون قوة. وهذه حصيلتنا أنا وبنتي، وهنا أعطيتهم إياه وعبوها لي بعلبة. فمرة حلو يعني طريقتهم ما شاء الله تبارك الله منظمة ومرتبة. وبس ناخذ فراولتنا ونمشي نروح نتمشى بنفس الحديقة. هنا منطقة ألعاب للأطفال، في رملية وفي نطيطة، وهنا جلسات آخر المكان. صراحة حلو مرة أقول لكم بنات. فيها مسجد ما شاء الله، وفيها دورة مياه أكرمكم الله، وفيها مطاعم بس يعني مو بذاك المطاعم، يعني في كذا كشك. هنا بوتيك الفراولة مرة حلو، عندهم عصاير، كل شي يخص الفراولة، من ملابس، من إكسسوارات، من أواني، من تحف، ومن مربيات، عصاير. حبيت صراحة الفكرة وحبيت أصور لكم. يا الله يا بنات، ريحة الحبق والنعناع والفراولة معبية المكان. هنا حاطين مكان لغسيل الفراولة. غسلت الفراولة وعطيت عيالي منها. وخلال 5 دقايق انقلب الجو إلى هواء قوي مرة ورعد وبرق. كانت لحظات الناس بس تركض، بس صراحة كان الجو مرة ممتع وبنفس الوقت مخيف. احنا ركبنا السيارة لأنه يلا بس وصلنا السيارة وجلسنا لين نزل المطر. سبحان الله مطر، تخيلوا بنات مطر وبرد، فكانت البرد يعني بشكل مخيف. لو تلاحظون هنا الناس، الله يا ربي لا يورينا قوته ويجعل إن شاء الله
شعور يجنن، وبنفس الوقت أقول لكم مخيف لأنه بالرعد والبرق قدامنا وكذا، فكنا مرة خايفين. بس الحمد لله أمطرت علينا والأجواء صراحة تجنن. لكن كان هذا الوقت ترى قبل الغروب، فمو يعني تقريبا الساعة 4 العصر أو 5 العصر، فكانت مرة الأجواء تجنن صراحة. وبس كانت هذه رحلة اليوم، طلعنا ورجعنا للفندق، تمشينا صراحة لين جاء الليل وبعدين رجعنا للفندق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يوم قررنا نرجع، رجعت السوبر ماركت بقالة يعني، رحنا ناخذ منها سناكات وأشياء سريعة، وللأسف إني ما أكلتهم، نمت. مرة كنت تعبانة، أنا ماني متعودة يعني أجواء الإرهاق وكذا، خصوصا بعد العيد في لخبطة بالنوم، رغم إن الحمد لله يعني نظمنا نومنا على طول، اللهم لك الحمد. عاد الشابورة هذه مرة أحبها، أحب كل بقالة أروح لها آخذ من أكل المنطقة نفسها. فهنا شوفوا حنا بالطريق عقدة، كانت كلها برد، كل مكان تخيلوا له ساعة ونص أو ساعتين، بس مع ذلك ما ذاب الثلج لأن الجو بارد. وهنا بعد اليوم اللي بعده رحنا ناخذ فطور بالصدفة كذا، شفت رغيف وسمنة، فقلت لزوجي ايش رايك نطلب منه، فأخذنا منه فطور. صراحة ما شاء الله إبداع. جينا هنا حطينا مكاننا، مكان مرة رايق. طبعا الأماكن في عقدة مختلفة، يعني كل مكان فيه جلسات وكذا. والله حنا نشوف العالم متوجهة للمكان ونلحقهم، لأن مو عارفين يعني وين مكان الكشتات بالضبط. هنا أخذنا الكرك، عبينا من عندهم، يا الله يا بنات يا أكلهم يجنن. هذا مقشوش حايل لذيذ صراحة، وهذا أتوقع يسمونه ثريد، حنا نسميه الفريك، نوعين، في بالسمسم وفي العادي. تمنيت إنه جايب مصابيب زوجي بس ما جاب. وهذه الفريك الملكي، تخيلوا هذه قطعة ثلج لقيناها على الجبل، ما ذابت سبحان الله. يعني تخيلوا هذا اليوم الثاني، ترى الساعة تقريبا 8 أو 9، بس سبحان الله يعني ما أدري شلون ما ذابت، خصوصا بالجو، بس لأن الوقت بارد مرة. فكذا بس انطلعنا وانبسطنا، الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. استشعرت آيات الله سبحانه وتعالى لما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فعلا سبحان الله، يعني لازم الإنسان لما يجي مكان يتفكر ويتدبر في آيات الله. وبس هنا كانت الساعة تقريبا 2، أتوقع رجعنا للشاليه وبعدين أخذنا غدانا سفري. تاج محل صراحة من المطاعم المميزة، بس جلساتهم مغلقة مرة، فأخذنا بس الغداء وطلعنا برا نتغدى. فكان الجو مرة رايق، ويعني أقول لكم صراحة شعور لا يوصف. وبعد هذا جانا مطر ما شاء الله. وبس هذا كان آخر اليوم لنا في حايل، انبسطنا واستمتعنا الحمد لله بشوفة حايل وبشوفة أهل حايل. الله يا ربي يديم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال. وبكذا ودعنا حايل وإحنا كلنا شوق إن نرجع لها مرة ثانية. استودعناكم الله يا أهل حايل،
والله يحفظكم، وما شاء الله تبارك الله، وإحنا طول الطريق مطر. ما شاء الله مشينا من نحايل إلين وصلنا تقريبا يعني أقبلنا على القصيم بشوي. الأجواء مستمرة ممطرة مطر قوي، ترى أنا ما صورت لكم إلا جزء بسيط لأني كنت خايفة لأن المطر كان مرة معه رعود وبروق. وبكذا أكون انتهيت من رحلتنا الحايل، فيديو رحلتنا الحايل. نشوفكم إن شاء الله بفيديوهات الروتينات والأشياء الجميلة بإذن الله. أحبكم في الله، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.